مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان جيلاني وأقدم لكم نشرة 10 كالعادة. دائما نبدأ بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للمعاقين. دعوة لتضافر الجهود لمكافحة الجراد. المجلس المركزي لجمعية المعاقين يتفقد أوضاع المعاقين في إقليم عنسبة. إيران تكشف النقاب عن صاروخ بعيد المدى. الأمم المتحدة تبدأ سحب النفط من الناقلة صافر. الإكوادور تشهد أسوأ تصعيد للعنف والحكومة تعلن حالة الطوارئ. تم إحياء اليوم العالمي للناصور في مدينة مندفرة في 25 من يوليو تحت شعار لا ينبغي أن تعاني الأم من ناصور قابل للشفاء. شارك ممثلو عن وزارة الصحة ومسؤولو إدارة الإقليم الجنوبي، ممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في البرنامج الذي تضمن فعاليات توضح أسباب الناصور وتأثيره النفسي والاجتماعي على المرأة. وأوضح الدكتور عند برهان تسفاتين في المناسبة أسباب وأضرار الناصور، وقال إن وزارة الصحة تبذل جهودا متواصلة بالتعاون مع الشركاء لعلاج ضحايا الناصور والوقاية منها من خلال زيادة الوعي العام. قال الدكتور هابت هايلي ملوكوت أخصائي الناصور والتوليد في مستشفى مندفرة المرجعي إن زواج القاصرات وعدم الولادة في المرافق الصحية من بين الممارسات الضارة المسببة للناصور. وأضاف الدكتور هابتي إن الناصور له عواقب اجتماعية ونفسية خطيرة بالإضافة إلى أضرار جسدية. وأوضح تعافي إن أكثر من 90% من أكثر من 1700 مريضة خضعن لعملية جراحية في مستشفى مندفرة المرجعي. وقدمت الجوائز لثلاث أمهات متفوقات في التعليم الأكاديمي المقدم في عيادة ضحية الناصور. دعت وزارة الزراعة لتضافر الجهود المتابعة لجراد الذي يمكن ظهوره نتيجة خلق الأمطار في السهول الشرقية الأوضاع الملائمة لتكاثره. وأوضحت الوزارة ظهور الجراد في مناطق محدودة مع وجود إمكانية التكاثر والانتشار إلى الهضبة والمنحدرات الشرقية، ويجب تنسيق الجهود للسيطرة على مخاطره. في غضون ذلك أفاد مراسل إيرينا السيطرة على الجراد الذي ظهر في مساحة 7 هكتارات الأسبوع الماضي في ضاحية قادين علا. وناشد مديرية دقم حارة السيد يماني أبرة الشعب عامة والمزارعين خاصة القيام بدوريات استطلاعية وإبلاغ الجهات المعنية سريعا في حالة ظهور الجراد. زار أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذية للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب إقليم عنسبة لتفقد المؤسسات التي يشرف عليها المعاقون. وقال عضو اللجنة التنفيذية السيد محمد نور إدريس لوكالة إيرينا إن الجمعية قامت بإنشاء مؤسسات في أماكن مختلفة لتمكين معاقي الحرب من الاعتماد على الذات اقتصاديا. وهدفت الزيارة إلى التعرف عن قرب لأنشطة الأعداء. وأشار إلى أن الزيارة مقارنة بالنتائج المحققة على أرض الواقع يمكن أن تلعب دورا مهما في المبادرات المستقبلية، مضيفا أن جهود المعاقين للتخلص من الاتكالية يمكن أن تكون نموذجا للكثيرين. وأكد على الدعم أن الجمعية ستعمل بالتعاون مع الشعب والحكومة لدعم المعاقين الذين يفتحون أعمالهم بطريقة منظمة. وقال المشاركون إن الزيارة ساعدت لاستكشاف إسهامات الاستثمار الذي تقوم به الجمعية على أعضائها واكتساب فرص وتجارب أفضل. وأشاد المعاقون الناشطون في مختلف المجالات بدعم الجمعية والحكومة والمجتمع. وقد تم تأهيل 692 من معاقي الحرب في إقليم عنسبة في مجالات المخابز والمقاهي والمطاعم والحانات والزراعة وغيرها.
فاصل ونعد لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن صاروخ أبو مهدي المهندس يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية. وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكاسيري إن صاروخ كروز أبو مهدي يجعل العدو يبتعد عن السواحل الإيرانية، مؤكدا إمكانية إطلاق هذا الصاروخ من الأعماق حسب وكالة تنسيم الإيرانية. وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن صواريخ أبو مهدي المهندس البعيدة المدى. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بأن وزارة الدفاع سلمت بحريتي الجيش والحرس الثوري صاروخ أبو مهدي المهندس، والذي يعتبر أول صاروخ بحري بعيد المدى تصنعه إيران وتدخله في الخدمة. قالت الأمم المتحدة إنها بدأت عملية سحب النفط من ناقلة النفط العملاقة المتهالكة صافر قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان العملية تهدف إلى سحب أكثر من 1,000,000 برميل نفط من الناقلة العملاقة صافر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان: بدأت الأمم المتحدة عملية نزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم، مضيفا: تجري الآن عملية معقدة في البحر الأحمر لنقل 1,000,000 برميل نفط من سفينة صافر المتداعية إلى سفينة بديلة. من المتوقع أن يستغرق الناقل 1.14 مليون برميل من خام ماء ربا الخفيف إلى السفينة الجديدة حوالي 3 أسابيع أو نحو 19 يوما. وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ تكلفتها 143 مليون دولار مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تسبب بأضرار نحو 20 مليار دولار. يشار إلى أن هذه العملية بدأ الإعداد لها منذ سنوات، وتهدف إلى منع تسرب النفط هائل في البحر الأحمر. أعلنت الحكومة الإكوادورية حالة طوارئ في 3 مقاطعات لمدة 60 يوما دخلت حيز التنفيذ إثر موجة جديدة من العنف. ويصير الفيديو عناصرا من الجيش الإكوادوري وهم يقومون بتفتيش السكان ومركباتهم في مدينة مانتا بمقاطعة مانابي. وبعد مقتل رئيس بلدية مدينة مانتا قال غيرمو لاسو رئيس الإكوادور: لقد أصدرت مرسوما بحالة طوارئ في مانابي ولوس ريوس وكانتون دوران في مقاطعة غوياس، ولن نسمح للعصابات الإجرامية المنظمة بإخلال الأمن العام ونشر العنف والقلق للمواطنين لأي سبب من الأسباب. وتشهد الإكوادور البالغ عدد سكانها 18 مليون نسمة والواقعة بين كولومبيا والبيرو أكبر منتجين للكوكايين في العالم، أسوأ تصعيد للعنف في تاريخها الحديث. دفعت حرائق الغابات في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا السلطات إلى إغلاق مطار باليرمو، وذلك مع استمرار الأحوال الجوية المتطرفة في البلاد، حيث أسفرت عواصف عاتية عن وقوع أضرار ومقتل امرأتين على الأقل في شمال البلاد. وقالت الشركة المشغلة للمطار باليرمو إن المطار سيظل مغلقا بينما يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق كبير في منطقة قريبة عطل أيضا حركة الطرق والقطارات. وأدى الحادث لتفاقم مشاكل السفر والتنقل على جزيرة صقلية في ذروة موسم السياحة. وضربت موجة حارة جنوب أوروبا، وأدى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلى تفاقم مخاطر حدوث وفيات ونشوب حرائق. في الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. إحياء اليوم العالمي للمعاقين. دعوة لتضافر الجهود لمكافحة الجراد.
المجلس المركزي لجمعية المعاقين يتفقد أوضاع المعاقين في إقليم عنسبة. إيران تكشف النقاب عن صاروخ بعيد المدى. الأمم المتحدة تبدأ سحب النفط من الناقل صافر. الإكوادور تشهد أسوأ تصعيد للعنف والحكومة تعلن حالة الطوارئ. انتهت النشرة، إلى اللقاء.